السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفتخر وأعتز وأتشرف بدعمكم للقناة. قناة تهتم بالتعريف بمواطنين أحرار وتسمع أصواتهم بربوع المغرب العربي الحبيب. شاهدوا الفيديو واتركوا تعليقاتكم. راهو كثر على موصوه اخي، تعرفوا هذه العباره هذه يعني على الخدمه الراتمه تاعو. لو كان يكمل هكذا جنود تاع البوليساريو يضربوه في دارو. هانا نبهوا عليها مليح، خاطر هذه ما شتيناش نوصلوا ليها باللي نعودوا احنا شعب عربي ومسلم من الصحراء الغربيه نضربوا شعب عربي ومسلم في دارو، ولكن نقولوا له احكم دارك، اخرج من دارنا، واحنا رانا نرجعوا ونستقلوا ونكونوا دائما في صالح العروبه. احنا طبعا نص الكلام ما فهمناهوش يا اخواتي، لانه دايما لما بيبقى فيه كائن كوكب لالي قاعد بيتكلم مش هنفهم نص الكلام، ولكن اللي فهمناه وصل لنا ووصل لي زي ما هو وصل لكم يا اخواتي المغاربه، انه هو بيهدد المغرب يعني، وبيهدد المغاربه بيقول لهم احنا ما نضربش ابدا شعب شقيق انما تقعد في دارك. هو بيتكلم طبعا على الصحراء، وبرضه قال الصحراء الغربيه عشان هم كلمه الصحراء الغربيه دي دايما في بقهم يعني، وهي اصلا ما فيش حاجه اسمها الصحراء الغربيه وبس كده، في الصحراء المغربيه. فاللي فهمناه واللي وصل لنا انه هو بيهدد المغرب، وطبعا يعني هناخد الكلام كله هندخله من هنا ونطلعه من الناحيه الثانيه، ونعتبر انه كائن كوكب لالي فاش يهدر يعني، فاش هو يهدر احنا يعني ما بنعملش اعتبار لاي حاجه هو قالها خالص. طبعا اسمحوا لي على المكان اللي انا بصور فيه اليومين دول، بس بعمل تجديدات في الغرفه وكده باش نحسن مستوى الفيديوهات شويه، فمعلش اليومين دول هتبقى الدنيا ملخبطه ورايا كده لحد ما اظبط الدنيا ان شاء الله. احنا لنا الله في كوكب لالا، والله يكون في عوننا جميعا. هدد براحتك يا باشا، انت هدد مع نفسك انت وهو، في اتكلم لوحدك انت ولا كاننا سامعينك. كرهنا المغرب ضد ماذا الاشقر خوتي، والمغرب عندهم بزاف ما رفدوش بطوله رسميه، يعني شان محليه خليهم يدوها عليه كيف نورمال، خليهم يفرحوا، عندهم بزاف ما فرحوش. عندهم كوب دافريك وحده في 1976. بالتوفيق لماذا الاشقر. راني شوف رقم مع مدغشقر هذه حاجه زوينه، احنا عايزين دايما ابناء كوكب لالا يشجعوا المنتخبات اللي بتلعب ضد المملكه المغربيه، دي حاجه احنا خلاص اتفقنا عليها يا اخواتي يعني. ولكن الغريب في الامر، اولا هو قال انه المنتخب المغربي لم يفز ببطوله رسميه بقاله فتره طويله. انت بتتكلم عن المنتخب الاول، لان انت حاطط منتخب المحليين مع المنتخب الاول، ما هي نفس القصه. فلو انت هتفرق وتفصل وتعتبر المنتخب الاول لوحده، اذا المنتخب المغربي او المغرب حقق بطولات عديده في الفتره الاخيره، حقق بطوله الشباب وعمل انجازات في الفتره الاخيره، اللي هو الزلزولي كان احرز هدف في مصر فاكرينه، كانت بطوله الشباب تقريبا يعني، بتاعت افريقيا، بطوله افريقيا للشباب. فالمغرب حقق مش ما حققش، والانديه المغربيه بتحقق. اما لو بتتكلم على المنتخب الاول لوحده ما حققش بطوله افريقيا، ولكن ان شاء الله ما حققهاش يعني بقاله فتره طويله، اخر واحده هي اللي كان واخدها من سنين. فباذن الله ان شاء الله كان هيتلعب في المملكه المغربيه، ووارد انه المغرب يفوز بيه، نتمنى باذن الله يعني. اما لو بتفصل بقى المنتخب المحلي عن كل ده، فباذن الله ان شاء الله المنتخب المحلي للمغرب عنده فرصه ان هو يفوز بهذه البطوله ان شاء الله قدام مدغشقر، ونتمنى ان شاء الله. واحلى حاجه انت قلتها انك انت ككائن ومواطن كوكب لالي بتشجع مدغشقر. رش مقابله البارح المحل المغرب والسنغال، لقطات فقط مش مباشر. بلا روح شوف من وش تبدا نقطة القوة تاعها، من تبدا من حارس المرمى حريري، حتى اسمه حفظته حريري، حارس مرمى رايح يلعب مليح برجله بيده يصط يجبدها من 90، يعيط على اصحابه ويجيري الدفاع، يعني قلت لك نقطة القوة تبدا من عنده حارس المرمى، كما كان مبلحي وقت يعني. البارح شفنا دعا حريري او في المنتخب المحلي، وخلينا من المنتخب الاول تاعهم بونو، باش كومباري بونو قاعد زعما طيراج عادي. هما راهم استراتيجيه واضحه محليا ولا حتى من اللاعبين المغاربه المزوجين الجنسيه، عندهم استراتيجيه واضحه مقارنه. نحن رانا نتخطوا في هذا الجانب، فهمتني؟ لا اكاديميه الفاف، لا لاعبين شباب، لا لاعبين ياتون المنتخب ويختاروا في المنتخب. طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم لا تقواس، وبدا الاعلام بتاع كوكب لالا يشيد بالمغرب ويقول الحقيقه. سبحان الله،
انتوا عيانين؟ ما كلتوش مكفن في حجر يما وبوسوا ولا تمسوا وسكران طايح في الدروج ولا ايه؟ احنا كده كده ولا فارق لنا، ولكن برضو انا قلت اللهم لا تقواس، بسم الله ما شاء الله، لانه يعني في اشاده قويه وبالزياده، فاحنا خايفين على لاعيبتنا، وباذن الله بالتوفيق للمنتخب المغربي. ولكن هو ده اللي المفروض يحصل من الاول، انك تعترف بقوه المغرب، تعترف بتفوق المغرب، مش حاجه تقلل منك. يعني هم دلوقتي طبعا ما قدامهمش حل تاني غير ان هم يشيدوا بالمغرب، لانه منتخبهم خرج امام السودان ومن ادوار سابقه يعني، فهو كاعلامي ما قداموش حاجه انه يقولها الا انه يشيد بالمغرب، ما عندوش حل تاني، فهو عمل الحل اللي قدامه اللي هو الحل الوحيد اللي يقدر يديره يعني. فاحنا كل اللي بنقوله انه بالتوفيق باذن الله المنتخب المغربي. عندنا مباراه مهمه جدا 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 اللي هي نهائي، فاضل خطوه، نفوز ان شاء الله على مدغشقر، نحقق البطوله ويكون ده مفتاح وباب باذن الله ان شاء الله للفوز بالكان 2025 للمنتخب الاول ان شاء الله. تاني بقول لكم سامحوني على لخبطه الحاجه اللي ورا دي، انا نفسي مش مرتاح، ولكن معلش هنستحمل بس شويه لحد ما اظبط كل حاجه ورايا عشان نعمل شكل ايه مريح لعينينا كلنا مع بعض ان شاء الله. طيب في حاجه مهمه عايز اقولها. طيب بي ان سبورتس دارت واحد التقرير مهم جدا هنسمع منه كلمتين وبيشيدوا بالمدرب او مدرب المنتخب المغربي المحلي السكتاوي، وبيقولوا انه هيبقى في منافسه بينه وبين الرجراجي على مين اللي يمسك المنتخب الاول. فانا هقول بس تعليق على هذه الجمله ولكن بعد ما نسمع الجزء الصغير ده. بين المدرب قد ينافس المدرب في منصبه في المنتخب الاول، يعني صنع مشكله هذا المنتخب المحلي للمنتخب الاول. طبعا ده تقرير كويس جدا، وهم كانوا بيتكلموا انه المنتخب المحلي للمغرب قوي، فعمل مشكله انه بقى في تفكير انه ممكن في يوم من الايام سكتاوي هو اللي يضرب المنتخب الاول بدلا من كابتن وليد رجراجي. اللي عايز اقوله يعني طبعا الاثنين كباتن وفوق راسنا من فوق اكيد، وشرف لينا وشرف ليهم كمان يضربوا منتخب المغرب اكيد، ولكن اللي عايز اقوله انه في الوقت الحالي هذا التصريح مش مناسب. ليه؟ لانه المغرب داخل على مرحله مهمه، خلاص احنا كام شهر، شهرين ثلاثه وندخل على الكان 2025، بنستعد لبطوله هتقام على اراضي المغرب، فبالتالي مهم جدا اداء المغرب في هذه البطوله وسط جماهيره وعلى ارضه. كل دي وسائل ضغط على اللعيبه وعلى المدرب، لانه كله انت لما تلعب بره ارضك على فكره ما بيكونش عليك الضغوط اللي بتكون عليك وانت جوه ارضك. ليه؟ لانك الجمهور حواليك لازم تفرحه، مطلوب منك، انت عندك ميزه انك بتلعب في ملعبك، فالامور بتكون صعبه شويه. فهذا التصريح يزيد الضغط، انا عارف ان هو من اجل الاشاده بالسكتاوي، ولكن يزيد الضغط على الرجراجي ويزيد الضغط، مش وقته خالص. احنا دلوقتي نقول كل الثقه في كابتن وليد رجراجي حتى ان شاء الله باذن الله اشعار اخر ونشوف الكان هيحصل فيه ايه، وبرده نقول كل الثقه في كابتن السكتاوي في هذه المباراه امام مدغشقر، عشان برده لو جاب اللقب وان شاء الله يجيب اللقب يبقى ده خد حقه وده خد حقه، وده ركز في اللي بيعمله وده ركز في اللي بيعمله. دي وجهه نظري، اتمنى يعني تقولوا لي رايكم في اللي انا بقوله ايه، وهل انتم متفقين معايا ولا لا. تعالوا نشوف فيديو غريب وعجيب. السلام عليكم البنات، شوفوا اليوم رانا مع ميمونه. شفتوا ميمونه؟ شوفوا رحامي ديكو اتاي بالنعناع يمضى بسطيله. دي بسطيله منين بقى؟ انا عايز افهم، يعني دي خليتيها بسطيله منين حضرتك؟ انا كليت البسطيله، كليتها وزوينه، دي مش بسطيله خالص. ايه حكايه البسطيله اليومين دول؟ يعني انا جبت لكم فيديو امبارح برضو لواحده كوكب لاليه بتحاول تعمل بسطيله، عملت سرير ناموسيه حرفيا، عملت ملايه والحاف وبطانيه، ما عملتش خالص بسطيله. فانا مش عارف، اولا انا مش عارف ميمونه دي منين، تقريبا من كوكب لالا، اكدوا عليا برضو. وبعدين ومقدمه حاجات، وبعدين لازم يحطوا الاتاي المغربي باش يقولوا عليه جزائري، وبعدين تحط مش بسطيله، تحط كف ايد كده، بتبيع كف ايد عشان الناس تاكل كف ايد وتقول لك هذه بسطيله. فالامور بقت بالنسبه لي غريبه جدا ان انا بشوف حاجات غريبه زي دي، لانه الاكلات المغربيه شكلها معروف، محفوظه كده، تشوفها تبص عليها تعرفها، تبص على البسطيله تعرفها، الكسكس تعرفه، الطاجين تعرفه، الطنجيه تعرفها، الحاجات الجميله المغربيه اللي احنا عارفينها دي يعني. فانا لاحظت في الفتره الاخيره والكام يوم اللي فاتوا دول بالذات، ما اعرفش في ايه قصه البسطيله، هم مصممين يحطوا البسطيله باشكال غريبه جدا، كلها اشكال كوكب لاليه ليس لها اي علاقه بالبسطيله يعني. فبيقولوا لي مين دي؟ اسمها مكتوب على الفيديو ميمونه، انا مش عارف دي مين، فهل هي كوكب لاليه ولا لا؟ يا ريت تاكدوا عليا المعلومه دي يا اخواتي. يعني بالتوفيق باذن الله ان شاء الله للمنتخب المغربي في المباراه امام مدغشقر، نتمنى الفوز باذن الله،
نحمل اللقب ونفرح كلنا ونحتفل. وانا قلت لكم قبل كده اني بشجع المنتخب المغربي وكانه منتخب مصر تماما. الاثنين بلادي. بعتذر مره اخرى عن الخلفيه اللي ورايا مؤقتا لحد ما اظبط حتى الاضاءه كده واظبط الدنيا ان شاء الله، ونحسن الصوره شويه بقدر الامكان. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعاده لنا الله في كوكب لالا. السلام عليكم.